وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر في تقديم كل المسلسلات الرومانسية على قناة أفلام منى العايد. فيلمنا بيبدأ بهاري اللي بيبص على بنت داخلة لوكالة بيع العربيات اللي هاري بيشتغل فيها، وبعدها بشوية جه راجل علشان يشوف عربية وهاري باعهاله، وصاحب الوكالة دي اسمه جورج وكان ما بيحبش هاري، لكن هاري كان شاطر في بيع العربيات وكان بيبيع عربيات كتيرة علشان كده ما كانش عارف يتكلم معاه. وفي الوقت ده كانت في بنت شغالة هناك اسمها جوليرا، والبنت دي باعت عربية لواحد اسمه فرانك، وفرانك ده ما دفعش تمن العربية بقاله فترة كبيرة، وعلشان كده جورج صاحب المعرض طلب منها انها تروح بيته وتاخد منه الفلوس. ولما هاري بيروح للمكتب جورج طلب منه يروح مع جوليرا بيت الراجل ده علشان يجيبوا منه الفلوس، وهاري كان رافض في الاول بس لما شاف جمال جوليرا وافق وراح معاها، وهما الاتنين فعلا راحوا لبيت فرانك، بس فرانك ما كانش موجود هناك، وعرفوا ان فرانك ما عندوش اي فلوس او املاك ممكن ياخدوها معاهم. وفي طريقهم رجعوا للوكالة تاني، فرانك رجع واتكلم بطريقة وحشة جدا مع جوليرا وقال لها انه مش هيديها اي حاجة ولا هيديها الفلوس ولا كمان العربية. هو استفز جوليرا جدا بكلامه، وهما الاتنين راجعين من بيت فرانك وهما في طريقهم هاري لما شاف جمال جوليرا ما كانش قادر يمسك نفسه اكتر من كده، وابتدى يبوسها بوسة صغيرة عيب صغير، وجوليرا كانت مبسوطة اكتر منه. وبعد كده رجعوا هما الاتنين الوكالة، وهما الاتنين عرفوا ان فرانك مش هيرجع الفلوس بسهولة. ولما وصلوا للمكتب جورج سألهم هي فين العربية او الفلوس، فهاري كذب عليه علشان ينقذ جوليرا وقال له ان فرانك مرضيش يدولهم العربية وانه ادالهم بدلها قسط شهري، وجوليرا في الوقت ده شكرت هاري علشان انقذها. وبعدها بكام يوم مرات جورج صاحب الوكالة راحت لوكالة العربيات وشافت هناك هاري وبدأت تتغازل في هاري وتعاكسه، وطلبت من هاري يركب جنبها في العربية، ولما سألها ليه قالت له اركب وانت ساكت لاني محتاجاك في شغل شخصي. وبعدها بتاني يوم دولي مرات جورج طلبت منه هاري انه يروح لها على البيت، ولما هاري وصل هناك فتحت له الباب وبدأت بعد كده تعاكسه علشان تجره وتعمل معاه العسل بالقشطة. وبعدها بنشوف هاري انه مش مبسوط بشغله كراجل مبيعات وكان بيخطط انه يسرق بنك من بدري، وبنعرف ان هاري حط ساعة في الورشة بتاعة البنك وبسبب حرارة الساعة دي هتسبب في حدوث حريقة كبيرة، وبكده المبنى كله هيولع. وبعد ايام فعلا خطته اتحققت وحصل حريقة في المبنى وكل الناس كانوا متجمعين هناك، وكل الموظفين اللي في البنك خرجوا بره البنك علشان ينقذوا نفسهم، لكن كان في موظف واقف قصاد البنك، وهاري في اللحظة دي جات له الفرصة انه يدخل البنك، وبعدها راح للحمام وفتح حنفية المية. ولما المية فضلت تتسرب الموظف اللي كان واقف شك ان في حد موجود جوه الحمام، ولما دخل الحمام علشان يشوف فيه ايه هاري هجم عليه ومسكه جامد وربطه بحبل وسرق كل الفلوس اللي في البنك. وبعد كده وهو جاي يخرج من البنك دخل راجل اعمى البنك وسمع صوت هاري، لكن قبل ما هاري يهجم على الراجل الاعمى عرف انه اعمى فخد الفلوس من البنك وطلع من البنك من غير ما يعمل له اي حاجه. وبعدها هاري راح للمبنى اللي بيولع وساعد الناس علشان يطفوا الحريق، وشاف راجل محبوس جوه المبنى وهاري قدر يدخل جوه المبنى وينقذ حياه الراجل. وطبعا هاري كان بيعمل كل ده لغرض انه يبعد عنه اي شبهات، ولو اتسال انه هل فعلا دخل البنك فيقول انه دخل علشان ينقذ الراجل اللي جوه. وبعدها الاحداث بتتطور وهاري وجوليرا كل يوم بيتقابلوا، وهما الاتنين كانوا بيقضوا وقت ممتع على البحيره، وجوليرا قالت له ان النهارده عيد ميلادها وهتكمل 19 سنه، ولما سالت هاري عن عمره قال لها انه عنده 40 سنه. ساعتها جوليرا فكرت ان في فرق كبير جدا في السن ما بينهم، بس هما الاتنين كانوا مشدودين جدا لبعض. وبعد كام يوم لما هاري بيوصل جوليرا لبيتها وهما الاتنين وقفوا مع بعض وابتدوا المشاهد الرومانسيه مع بعض. وبعد كده جوليرا دخلت البيت وبعدها جه ظابط علشان يحقق مع هاري وياخده معاه للقسم، والبوليس كان هناك موجود وكان موجود الراجل الاعمى وعرف فعلا يميز صوت هاري. هو في الوقت ده البوليس قبض على هاري وحطوه في السجن، بس بعد ما حد اتصل باسم البوليس وكانت دولي هي اللي كانت على التليفون وقالت انها حضرت اللي حصل في الحريقه. ولما البنك اتسرق هاري كان بيساعد الناس اللي بتطفي الحريقه، علشان كده البوليس ساب هاري يمشي واطلق سراحه. وفي الوقت ده دولي كانت عاوزه خدمه من هاري مقابل مساعدتها ليه، وطلبت تقابله وتقابلوا فعلا على ساحل البحيره، وهما الاتنين عملوا عسل بالقشطه شوا. وبعدها دولي راحت تستحمى في البحيره وقالت لهاري انه ينزل يستحمى معاها، ونزلوا يستحموا سوا. وبعد ما طلعوا من البحيره رجعوا على بيت دولي، وبعد ما رجعوا للبيت دولي بتطلب من هاري انه يخلص على جوزها جورج صاحب وكالة العربيات، لكن في الوقت ده هاري رفض، لكنها هددته انه لو ما عملش كده هتروح للبوليس وتقول له انه ساعة سرقة البنك ما كانش بيطفي الحريقة وانه هو اللي سرق البنك. هاري في الوقت ده ما كانش عارف يتصرف ازاي. وبعدها لما قابل جوليرا سألها ايه المشكلة ما بينك وما بين فرانك، جوليرا قالت له انه كان صديقها المفضل اسمها إيلين وحصلت ما بينها وما بين صديقتها المفضلة عسل بالقشطة. ففرانك شاف صورة شخصية لجوليرا وإيلين كانت معاها، وعلشان كده دايما بيستفز جوليرا، هو بيهددها بيها وبيبتسها. وفي الوقت ده هاري بيروح لبيت فرانك وبدأ يضربه، واثناء الخناقة بيخلص عليه، وبعدها حاول يخفي اثار اللي حصل وقال
قال البوليس ان فرانك اشترى عربية جديدة من الوكالة، وكمان فرانك هو اللي ورا سرقة البنك. والبوليس شاف الحادثة دي زي ما هاري قال لهم بالظبط، وعلشان كده ادوا لهاري مكافأة مالية علشان ساعدهم في القضية. وبنشوف دول اللي بتبقى مخنوقة جدا من جوزها جورج صاحب الوكالة وعاوزة تخلص عليه بأي طريقة، بس هاري رفض يساعدها في كده، فاضطرت ان هي اللي تنفذ الخطة وربطت جورج في السرير عشان تعمل العسل بالقشطة، لكنها كانت عارفة ان جوزها عنده مشاكل في القلب، فبدأت تستعمل العسل لحد وقت طويل لغاية ما جات له أزمة قلبية ومات. وفي الوقت ده محدش طبعا هيتهمها بموته. وفي الوقت ده هاري كان بيخرج مع جولرا وطلب منها الجواز، وجولرا في الوقت ده كانت بتحبه ووافقت، وقرروا ان هما الاتنين هيسافروا لبلد بعيدة جدا تبع الجزر الكندية. بس دولي ساعتها عرفت اللي هما الاتنين بيخططوا ليه، وعلشان كده دعت جولرا وهاري لبيتها. وهما الاتنين لما وصلوا بيتها دولي قاعدة تتكلم معاهم على انهم زمايلها وعلى انهم اصدقاء، وبعد كده ادت لهاري جواب وكان مكتوب فيه ان هاري هو اللي سرق البنك وقتل فرانك. وبعدها قالت لجولرا ان هي وهاري على علاقة ببعض، وجولرا طبعا لما سمعت الكلام ده اتضايقت واتحرجت ومشيت، وهاري اتضايق جدا لما شاف جولرا بتمشي، وعلشان كده حاول يخلص على دولي بس ما كانش عارف يخلص عليها ولا كان عارف ايه اللي المفروض يحصل دلوقتي، وقعد يفكر هل يفضل مع دولي وجولرا هتتضايق من كده ولا يفضل مع جولرا وساعتها دولي هتدخله السجن. فهاري وقتها قرر انه يفضل غصب عنه مع دولي، وهاري ودولي قرروا انهم يمشوا من المكان ده وراحوا بعيد خالص، راحوا للجزر الكندية اللي كان هيروحها مع جولرا. وبيخلص الفيلم على كده، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر ونكبر بيكم.